عيش أغلبية المغاربة قلقا كبيرا مع اقتراب حلول موعد عيد الأضحى، إذ أن كل المؤشرات تذهب في اتجاه أن هذه المناسبة الدينية ستشهد ارتفاعا في أثمنة الأضاحي لاعتبارات عديدة. كسابون ومهنيون صرحوا وفق جريدة الاتحاد الاشتراكي أن أثمنة الخرفان الصغيرة اليوم تتراوح في المتوسط ما بين 2100 درهم و 2500 درهم، زيادة على ارتفاع أثمنة الأعلاف من أجل تسمين هذه الخرفان. كل ذلك يجعل المواطن المغربي ملزما بتحمل هذه التكلفة المالية الإضافية، وهو الأمر الذي زكاه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي في ندوة صحفية عقدها على هامش فعاليات الدورة 15 للمتلقى الدولي للفلاحة بمكناس، الذي قال إن المشكل يكمن في ارتفاع كلفة الإنتاج بسبب غلاء الأعلاف. ومن بين العوامل التي ستؤدي إلى ارتفاع ثمن الأضحية أيضا توالي سنوات الجفاف لموسمين متتابعين، والنتيجة النقص المسجل في رؤوس الأغنام، وهو ما سيدفع الحكومة عيد الأضحى بالعملة الصعبة. كما تناقلت الأخبار إلى استيراد الحول من دول أخرى، وعلى رأسها الجارة إسبانيا، أي أن هذه السنة المؤكدة في المذهب المالكي والواجبة لدى الحنفية ستقام هذه السنة بالعملة الصعبة. لكن السؤال المطروح: هل سيقبل المغاربة هذه التخريجة الحكومية ويقبلون على حوالي الخارج، أم أنهم سيحجمون عن ذلك كما حصل مع الأبقار البرازيلية التي كانت محط انتقادات وسخرية أيضا؟ سؤال أجابت عنه الحكومة من خلال أحد وزرائها بالقول إن اللجوء إلى استيراد الأغنام يدخل في باب الحفاظ على القطيع الوطني، ونشجع حاليا على استيراد رؤوس الأغنام، فإن أعجبت المستهلك يمكن ذبحها في عيد الأضحى.